مساء الخير عليكم. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة فتة الشاورما من البيت بطريقة سهلة وبسيطة ومميزة جدا. عشان عملت لكم سيخ الشاورما في البيت، طعمه خطير، والسر طبعا في التتبيلة. هقول لكم كل الأسرار واحنا شغالين. كمان عملت لكم الشاورما المرة دي بطريقتين مختلفين وأجمل من بعض. تعالوا نشوف بقى فتة الشاورما الخطيرة والدريسنج اللي نقلها في حتة تانية، دريسنج مميز جدا هيعجبكم. وكمان عملنا الكمية دي كلها بنص تمن وجبة شاورما من بره. الساندوتش المميز ده تعالوا نشوف عملناه مع بعض ازاي. هنسمي الله وندخل على طول في تتبيلة الفراخ. كوباية كبيرة من الزبادي، معلقة من الثوم المفروم، ونص فنجان من عصير الليمون، ونص زيه من الخل، ومعلقة مستردة، معلقة من الفلفل الأسود، ورشة كمان من الجنزبيل. وما ننساش معلقة الشاورما أو تتبيلة الشاورما الجاهزة، بتديها طعم حلو جدا وبتنقلها في حتة تانية. وبعد كده هضيف معلقة صغيرة من الملح. طبعا البهارات دي حسب كمية الفراخ اللي تشتغلي بيها. وبضيف لها شوية من الزيت وبقلب المكونات دي كلها كويس جدا. تعالوا بقى للفراخ. اهم حاجة تبقى مغسولة كويس وتبقى متقطعة عريضة شوية، يعني وانتي بتجيبي الفراخ قطعيها عريضة عشان تبقى جوسي كده وما تنشفش منك وانتي شغالة. طبعا غسلناها وشمعناها وصفيناها وبقت زي الفل. بنزل بيها على الدريسنج اللي احنا عملناه، وببتدي ألف كل المكونات دي مع بعض كويس جدا، واخلطها مع صدور الفراخ كويس. أهم حاجة إن الصدور كلها تتشبع بالتتبيلة عشان تبقى طعمها في الآخر جميل. وبسيبها بعد كده ترتاح شوية في التلاجة لحد ما تمتص التتبيلة كويس. تعالوا نعمل بعد كده التومية. كوباية من اللبن أو المية، أو ممكن تعملوا ميكس ما بينهم عادي. 3 معالق كبار من النشا، وبضيف لهم فصين من التوم، بحب أسويه على النار معاه. ممكن تضيفوه عادي وانتوا بتضربوا في الخلاط زي ما بتفضلوا. وبعدين بفضيها بحاجة لحد ما بتبرد بالشكل ده كده. بضيف لها كوباية من الزبادي، وشوية من عصير الليمون، شوية كمان من الخل، معلقة صغيرة من الملح، شوية من المايونيز لو أمكن، مش موجود ما بيفرقش كتير يعني. وبديها رشة خفيفة من الزيت، وابتدي اضرب كده بالهاند بلندر. هو بصراحة يعني انا بفضل الخلاط اكتر، بس ساعات لما ببقى عاملة كمية كبيرة بيبقى عامل زي لود عليه كده، فانا بفضل ان انا اضربها بالهاند بلندر، وبتديني نفس القوام ونفس الطعم، مفيش اي اختلاف. وبنزل بسرسوب من الزيت زي ما انتم شايفين لحد ما بوصل للقوام اللي انتم شايفينه ده. ما شاء الله قوامها جميل جدا. وكده خلاص حضرنا مع بعض التومية. عايزة اقول لكم بقى التومية طالعة خطيرة، اجمل مليون مرة بنشتريها من بره. شايفين قوامها جميل قد ايه، والطعم بجد حكاية. هحطها بعد كده في التلاجة. وتعالوا بقى نجهز الدريسنج بتاع الفتة. كوباية من الزبادي كبيرة، معلقة طحينة، فصين توم، شوية من الملح. وبعد كده بنزل نص معلقة من السكر برضو بتديها طعم حلو قوي، شوية من الفلفل الاسود، وشوية من الكمون. وعندي كوباية من اللبن الرايب. طبعا لو مش متواجد لبن رايب ضيفوا لها لبن حليب عادي خالص. وابتدي اقلب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا بالشكل ده. وبعد كده حدي بقى السر اللي بيطلع طعم الفتة الخطير، اللي هي كام معلقة كده من التومية اللي احنا كنا جهزناها. انا ضفت لها من 4 ل5 معالق كبار. بجد كان طعمها جميل جدا ومميز، والدريسنج طالع قوامه تحفة. وبكده أكون خلاص جهزت دريسنج الفتة المميز، ومعايا كمان التومية الخطيرة. هحطهم بقى في التلاجة وابتدي أجهز الفراخ بتاعتي. خلاص هي امتصت التتبيلة كويس جدا. هنعملها بطريقتين بقى، الاتنين أجمل من بعض. معايا نص بطاطساية كده، وهحط لي فيها كام ستيك من بتاع الشيش. لو عندنا طبعا يعني سياخ مفيش مشكلة، المتواجد هنمشي حالنا يعني. وهجيب صاج تاني ما يكونش بيلزق فيه الحاجة، تيفال مثلا أو أي حاجة جريل، واحط فيها نص الكمية بتاعة الفراخ، والنص التاني هحطه على الستيك بتاعتي، عشان ده هيبقى سيخ الشاورما زي ما بناكله في الشارع بالظبط. طريقتين جمال حلوين جدا ومميزين، والطعمين كانوا احلى من بعض على فكرة. اهم حاجة الخلطة واحدة. طبعا دي ليها طعم في التسوية ودي ليها طعم في التسوية تاني خالص. خلاص كده انا جهزت سيخ الشاورما. هبتدي انزل عليه بمسحة بسيطة كده من الزيت، وهحط طبعا على الدريسنج اللي باقي مني او التتبيلة، احط عليها معلقة من الزيت. او بعد كده ورنش بقى السيخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عشان يدينا في الاخر لون الجريل الجميل. وانزل بقى لو حابين نشوي معاها خضار، اي نوع خضار بحطه، فلفل، طماطم، بصل، اللي انتوا عايزينه. تعالوا بعد كده نشوف الصاج الحلو ده. هشغل عليه الشواية فوق وتحت، شغل فرن وشواية مع بعض عشان ياخد جريل بسرعة ويحتفظ بطريانه من جوه.
تعالوا بعد كده نجهز عيش الفتة المحمص. نجيب باكت من العيش وبنقطعه كده شرايح طولية، وبعد كده بنقطعها مربعات بالشكل ده. طبعا العيش ده بينقل الفتة أو أي فتة سواء كانت شاورما أو فتة لحمة عادية في حتة تانية خالص. ممكن تعملوه بطريقتين، تدوه مسحة زيت وتدخلوه الفرن، وممكن تحمروه في الزيت عادي خالص. تعالوا بعد كده نجهز الرز المميز بتاع فتة الشاورما. هنزل بشوية من الزبدة والزيت ومعلقة من بهارات الرز بتتباع جاهزة في محلات العطارة، بتنقله لحتة تانية خالص. شوية بقى من ورق اللوري، وكمان العيدان القرفة، شوية من الحبهان. وبانزل بعد كده بجزء من الرز المصري، لإن أنا باحب جدًا أطعّم الرز البسمتي بيه بصراحة. وبعد كده بانزل بشوية كمان من الرز البسمتي. البسمتي بيبقى أكتر شوية من الرز المصري، بس باحس إن الاتنين كده بيدّوا mix وطعم حلو أوي في الآخر. لإن أنا ولادي بصراحة ما بيحبوش البسمتي لوحده، ما بيعرفوش يبلعوه أوي يعني. فأنا باحب أطعّمه بالرز المصري، بيدّي له طعم حلو جدًا. ومعلقة بقى من الملح. وبعد كده بانزل بالمَيّة المغلية من الكاتل. أهم حاجة المَيّة تبقى مغلية عشان الرز يفلفل منِّك على طول وما يتعجنش. طبعًا أنا قلّبت الرز كويس جدًا بالزيت، غلّفته عشان يطلع معانا طعمه حلو ومفلفل. هاغطّي عليه، وأول ما يغلي بابتدي أهدّي خالص وأسيبه كده على شمعة نار خفيفة، يبتدي بقى يتشرّب كده ويفلفل مع نَفْسه. وهاغطّي عليه 10 دقايق وهاطفي خلاص. تعالوا بعد كده نشوف الفراخ بتاعتي. ما خدتش وقت خالص في الفرن، لإني مشغّلة فرن وشواية مع بعض. خد لون جريل زي ما انتم شايفين، حتى لما جيت اقلب لقيت فوق زي تحت. خلاص هو كده استوى معايا كويس جدا. كده خد يعتبر صدمة، هو كده محتفظ بالعصارة اللي جوه. تعالوا بعد كده نشوف السيخ بتاعنا، ما شاء الله خد برضو لون جريل خفيف. هبتدي ادخله الفرن برضو لحد ما اللون بتاعه يبقى بالشكل اللي انتم شايفينه ده. ما شاء الله في منتهى الجمال. شايفين حلوة قد إيه؟ وبكده أكون حضّرت لكم الشاورما بطريقتين مختلفين. أي نعم التتبيلة واحدة، بس طريقة التسوية هي اللي مختلفة، فبالتالي بتطلّع الطعم مختلف. كل طريقة وليها طعمها. هابتدي أقطّع سيخ الشاورما بالشكل ده. ما شاء الله الفراخ من جوّه juicy كده، ومن برّه واخدة لون جريل، طعمها في منتهى الجمال. عايزة أقول لكم وهم. قطّعوها بقى بسكينة تكون حامية شوية مشرشرة، وقطّعوا بقى التقطيعة اللي أنتم عايزينها، عريضة، رفيّعة، إحنا اللي هناكل في الآخر. وهاجيب برضه صدور الفراخ اللي شويناها على الجريل، وهابتدي أقطّعها برضه شرايح كده رفيّعة بالشكل ده. شايفين حلوة قد إيه؟ عايزة أقول لكم طعمها أحلى بكتير، بجد تجنن. والعيش ما شاء الله ادينا له مسحة زيت ودخلناه الفرن، طالع محمص وتحفة. الرز بقى ما شاء الله ريحته قلبة الدنيا ومفلفل جدا. تعالوا بقى نجهز طبق فتة الشاورما. ادينا طبقة من العيش المحمص وطبقة كمان من الرز، وبعد كده هانزل عليها بكمية كده من الشاورما حسب ما أنا هاحتاج يعني. طبعًا أنا اديت الشاورما دي ميكسات كده ما بين طريقة السيخ وما بين اللي إحنا عملناها في الفرن على الجريل، الاتنين أحلى من بعض. هادّي بقى الكمية اللي أنا عايزاها. طبعًا طريقة التقديم دي يعني تخصنا إحنا. أنا عملت الطبق family size شوية عشان يكفينا كلنا. وبعد كده كل واحد ياخد الكمية اللي هو عايزها. نيجي بقى للدريسنج اللي احنا عملناه. ما شاء الله جميل زي ما انتم شايفين. القوام بتاعه حلو قوي، طعمه حلو جدا، ريحته مميزة قوي، ومطلع يعني الطبق ده في حتة تانية خالص. ممكن كمان نعمل دريسنج الفتة بطريقة أسهل شوية. باخد جزء من التومية وبضيف لها كوباية زبادي، وبقلب وبضيفها بالشكل ده، بيبقى طعمها في منتهى الجمال. تعالوا بعد كده نضيف شوية المكسرات اللي حمصتها معاكم. بما إن في سلطة زبادي، يبقى لازم رشة النعناع المفروم بينقلها في حتة تانية خالص. وبعد كده بضيف معلقتين كده من الزبدة اللي حمصت بيها المكسرات على الوش. تاتش خفيف كده بيفرق جدا في الطعم وفي الشكل وفي الريحة كمان. كده خلاص الطبق بتاعي بقى جاهز معاكم بالشكل الخطير ده. بجد الطعم تحفة والشكل يفتح النفس جدا. طبعا لما تعمليها في البيت هتأكلي ولادك، والريحة كمان هتجوعهم، فهيبقى الطعم مميز أكتر. كمان الكمية دي بنص تمن الحاجة اللي هتشتريها من بره، فانت كده وفرتي وعملتي حاجة حلوة ولادك انبسطوا بيها. وبما ان احنا عاملين شاورما، لازم سندوتشات العيش الصاج، لان الولاد بيفرحوا بيها اكتر وبيحسوا ان هم كلوا اكل من الشارع. ومعروف كل الولاد بيحبوا التيك أواي، فما خدش مني وقت خالص. شوية من الكابوتشا، الشاورما، التومية، لو في مخللات انتوا حابينها، لو كمان شوية من الكاتشب زي ما انتوا حابين. الإضافات دي ترجع لكم. وبعد كده نزلتها في جريل، خدت صدمة من كل الجهات، واللون كان تحفة ومقرمشة جدا زي ما انتوا شايفين. قطعتها بقى وقدمتها للولاد مع كوباية عصير بقى، يعني شوية فرايز زي بطاطس محمرة،
ويا رب تكون وصفتنا النهاردة عجبتكم. كانت معاكم صبا العرايشي، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.